عارف امتى هتبطل تخاف؟ لما تشوف ربنا بقلبك وتستشعر قوته وعظمته وإبداعه في خلق الكون. لما تستشعر المعنى ده بقلبك حقيقي وتحس بيه من جواك، هتبطل تخاف لأنك هتبقى عارف إنك مسنود بربنا. ويا بخته اللي وكيله رب الكون جبار السماوات والأرض. ناس كتير مننا اللي موقفها في حياتها عن أي تغيير أو قرار مصيري، حتى لو كان هيغير حياتها للأحسن، هو الخوف. فجأة بتلاقي نفسك خايف من كل حاجة ومن أي حاجة. خايف من بكرة، من المجهول، من الناس. خايف حتى على النعم والحاجات الحلوة اللي ربنا رزقك بيها لا تروح منك. الخوف مأيدك عن إنك تكون عايش الحياة اللي بتحلم بيها. شفت قد إيه الخوف متغلغل في حياة كل واحد فينا. كلنا بنخاف، بس خليني أقولك إن الخوف ده مجرد وهم خلقه عقلك، والشيطان استغل الفرصة، لقط الخيط، وعرف إن دي أكتر حاجة بتأثر فيك وإنها نقطة ضعفك، فاشتغل عليها وكبرها جوه قلبك وعقلك عشان تفضل محلك سر، عشان يقدر يسيطر عليك. لأنك كل ما هتخاف كل ما هو هيقدر يتحكم فيك ويحركك زي ما هو عايز. يخوفك على رزقك، يخوفك على حبايبك، يخليك تخاف من الناس ومن الدنيا، وتبقى دايما في حالة قلق مستمر. وهو ده الهدف. عايزك دايما مش مطمن، عايزك دايما قلقان وخايف عشان تغلط. يخوفك على رزقك فيدخلك في سكة حرام مش شبهك عشان تجيب فلوس، ويخليك تجري على الفرصة اللي ظهرت لك من غير ما تفكر هي جاية من طريق حرام ولا حلال، مع ان رزقك ربنا كاتبه لك في السماء. هيجيلك هيجيلك، ده وعد رباني. زي ما ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لو كنت مطمن بربنا وعندك يقين كنت هتخاف، ممكن، لأن ده شيء طبيعي. انت بني آدم بتقلق وبتخاف، بتحب كل أمورك تبقى تحت سيطرتك، ما بتحبش المجهول، بتخاف من التغيير، بتبقى قلقان على اللي في ايدك لا يروح منك. لكن إيمانك بالله دايما بيرجعك وبيطمنك وبيقولك ما تخافش، رزقك على الله. اسعى وخبط على كل البيبان ورزقك هيجيلك، ما فيهاش كلام. اللي رزق الطير في السما هيرزقك لا محالة، بس انت اطمن وبطل تخاف. وبما انك لسه في اول الطريق ومش عارف تبدأ ازاي عشان تتغلب على خوفك، هقولك على فكرة تساعدك. تمرين انا بعمله بنفسي. اول ما بحس ان افكار الخوف بدأت تسيطر عليا، اول حاجة هتعملها تكون منتبه لأفكارك. تبتدي توقف تدفق الأفكار اللي بتخوفك وتاخد بالك إنها دخيلة عليك. ساعتها تبتدي تاخد نفس عميق وتبدأ تتصور الشيء اللي مخوفك ده كأنه شكل مصنوع من الرمل، وانت بتقرب منه خطوة خطوة بثقة، بتدوس عليه بإيدك ويبتدي يقع قدامك وينهار. التمرين ده هيساعدك
تسترجع السيطرة على عقلك من تاني. هيخليك تحس إنك قوي، مفيش حاجة قادرة تخوفك، وهتقدر واحدة واحدة ترجع لحالة السكينة والطمأنينة من تاني. صدقني الخوف بيفسد عليك حياتك بشكل انت لا تتخيله. كل ما هتكون منتبه لأفكارك وقادر تفلترها وتوقف الفكرة المؤذية قبل ما تسيطر عليك، هتكون أقوى من أي خوف. مفيش حاجة تقدر توقفك، وساعتها حياتك هتكون أحلى.